لا نعبد ولا نستعين إلا إياه. ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته إخوانا، وحثهم على أن يكونوا كأعضاء جسد واحد أنصارا وأبدانا. نهاهم عن موالاة أعدائه أعداء الإسلام والمسلمين، وأوعدهم بمس النار والخذلان على الركون إلى الظالمين. والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، المميز بين الطيب والخبيث المهين، المأمور بالغلظة والجهاد على الكفار والمنافقين، وإعداد المستطاع من القوة المرهبة قلوب أعداء الله المخذولين، سيدنا ومولانا محمدا المبعوث رحمة للعالمين ومنقذا للخلائق من غضب الله ذي القوة المتين، وعلى آله وصحبه الأشداء على الكفار الرحماء بين المؤمنين، وأتباعهم وتابعيهم أجمعين إلى يوم القيامة الحماة بيضة الإسلام والدين المبين. أما بعد، فيا أيها الناس، إلى ما هذا التناعس الفظيع ولم يزل القرآن العظيم ينبهكم، وإلى ما هذا التناوم الشنيع ولم يبره الدهر اليقظان يوقظكم. أما بان لكم أن الأمم قد تداعت عليكم تداعي الآخرة على القسعة، واجتمعت على أن تبلع الإسلام والمسلمين وبلادهم فكم تغاها مسرا، حتى ما تخشون الناس والله أحق أن تخشوه، وحتى ما تتولون الأعداء والله ورسوله أحق أن تولوا. أفقال عليكم الأمد كالذين من قبل فقست قلوبكم، أم زال عنكم الخشوع فلذكر الله أفكركم وعقولكم. ألا ترون أن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار عن مخافة الله، وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أو يهبط من خشية الله. أفحسبتم أن تتركوا أن تقولوا آمنا وأنتم لا تفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل وتبتلوا بمثل ما كانوا يبتلون؟ فوالله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يدخل عليهم أو دخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بالآيات. لكوري ماذا خيل بيان أخوان لكوري خيل بيان أخوان خيخي تتنا ممكن تناجد محمد بن إدريس سندور برساليا. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الجمع والجماعة ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكة قدسه ثم ثلث بالمؤمنين من برية جنه وإنسه فقال ولم يزل قائلا كريما تشريفا لقدر حبيبه وتبجيلا وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي البخيل من ذكرت عنده